السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل بخير وتكونوا كامل لاباس. اليوم ان شاء الله رايحه نشارككم وصفه تارت الدانيت بنكهه البونتي. هي وصفتي الخاصه، وصفه بزاف هايله. درتها على جالكم لانه من الوصفات اللي ما فيهمش بزاف مكونات وطريقه التحضير تاعهم سهله. نكهه الشوكولا مع جوز الهند من اروع النكهات اللي نحبهم، وعلى بالي اذا جربتوا هذه الوصفه ان شاء الله رايحه تعجبكم بالبزاف. حتى يعني مكوناتها وكما قلت لكم يعني قليل. فنقولوا بسم الله. نبداو اول حاجه بالعجينه اللي دائما نفضل انه تكون بات بريزي، ما تكونش صابلي. راح نديرها بالكاكاو. هكذا نبقاو يعني في نكهه البونتي. فعندي هنا الفرينه، عندي سكر غلاس، عندي زبده لازم تكون بارده، عندي كاكاو، عندي بيضة صغيرة، وعندي أيضا الملح. نعطيكم المقادير بالتفصيل. بالنسبة يعني لهذه العجينة نحب نديرها أنا في الروبو اللي نخلص. اللي ما عندهاش روبو كيفاش راح دير؟ تحط المكونات الجافة اللي هما الفارينة، سكر غلاس، وأيضا الكاكاو، تخلطهم مليح. ومن بعد تبدا تضيف الزبده البارده اللي لازم تخرجها من الفريجيدير، ومن بعد تقطعها يعني قطع صغار، ونبداو نديروها باصابع اليد كما درت لكم، يعني نبداو نقرصوا في العجينه. هذا مكان. واخر حاجه باش نزيدوا يعني البيض. فكما قلت لكم نبداو بالمكونات الجافه. واش عندنا 250 غرام من الفرينه، 150 غرام سكر غلاس، ملعقتين كبار كاكاو بني، تفاداو تخدموا بالاسود. نخلطوهم مليح. ايضا حطيت رشه تاع الملح. ودوكا رايحه نبدا نضيف الزبده غير بشويه. انا المقطع رايحه نسرعه وانا نحط في الزبده لانه ديت وقتي واحد 3 4 دقائق وانا نحط في الزبده تقريبا على 10 دفعات هكذا. تبسس لي الفرينه بالزبده، كون نحطها على ضربه تولي لي كتله ومش رايحه تذوب معها. فاني فقط نسرع في المقطع، بصح انا كنت مديه وقتي حتى الفرينه تبسس مليح. وباليد نفس الشيء. يعني تقدروا تحطوا الكميه كامل باليد تاع الزبده عادي، بصح تبسسوها غير بشوي حتى تبسس كامل الفرينه. شوفوا كيفاش تولي، يولي عندنا قوام رملي. حاولت اني نخلط باش الفرينه اللي من تحت الزيت تطلع تتخلط مليح. هنا رايحه نحط البيض. بما انه حطيت الكاكاو رايحه تجيني حبه بيض صغيره، بصح نتوما يعني في الوصفات العاديه بالكم ما تحطوش الكاكاو تجيكم بزاف، فدايما حبه البيض نخفقوها ونحطوها غير بشويه حتى تتلم معنا. وشوفوا القوام كيفاش يكون بزاف طري. شوفوا هنا رايحه نخليها لانه على بالي بما انه فيها كاكاو رايحه تشرب، يعني نخليها نصف ساعه. وانا بعد ما لميتها وجبت المول تاعي اللي حنطيب فيه، خيرت هذا المول مستطيل اللي حبيته بزاف بزاف. في الكاميرا راه يبان لكم كبير بزاف، صح هو فيه تقريبا 35 سنتيمتر على تقريبا واحد 22 سنتيمتر، يعني ماهوش كبير بزاف. تقدروا نتوما ديروا بالمول الدائري. وشوفوا العجينه اذا سوليتو راهي حيك مروحه على واش كانت قبيله. يعني اي عجينه فيها الكاكاو، وعلى العموم الفرينه اصلا تشرب مع الكاكاو زيد تشرب كثر عليه بها. انا درتها طريه نص ساعه ولات شربت لي مليح. دوكا نحل فيها باش نحطها في المول. هذه العجينه تجي هايله وما تجيش حلوه، يعني باش تشوفوا بلي كميه السكر اللي فيها راهي كميه قليله بعد مع المكونات اللي نحطوهم والشوكولا. هذاك هو. هزيتها بحلال باش تجيني سهله، ورايحه نبدا نحطها مليح. والطريقه اللي نحطوا بها يعني العجينه تاعنا راهي مهمه بزاف. اولا السمك اللي ما لازمش يكون يعني خشين. دائما نقولوا بلي العجينه هي 30% من الطارت و70% للحشو. تسمى لازم ما تكونش بزاف خشينه. وايضا نحاول نحطها بشكل مليح، شكل مستوي، نحي الزوائد كامل. وشوفوا يعني كيف جاتني. والعجينه تاعي انا استعملتها يعني كامل، قولي غير شويه برك اللي نحيته من الجوانب. دوكا لازم نثقبها بهذا الشكل في كامل المول. شوفوا كيفاش ثقبتها باش من بعدها ما تطلعليش. ورايحه نطيبها على درجه حراره متوسطه، واحد 170 180، ونخليها حتى تبدي لي لون ذهبي يبان شويه في الاطراف، ونحيها. دوكا حين نروحوا للحشو المميز واللي بزاف بنين وطريقته بزاف سهله. حين نديروا غاناش بالدانيت. الوصفه هايله وسهله. عندنا هنا 250 غرام من الشوكولا البيضاء. انا كنت استعملت فيجيكا وانا استعملت الوجدان، نتوما تستعملوش تحبوا. رايحه نذوبها ومن بعد رايحه نزيد لها 3 علب تاع الدانيت. كاين هذه الدانيت اللي تجي بيضه يعني مش كراميل، هذه نوعيه جديده نورمالمون، بصح تلقاوها في المحلات كامل. وعندي قطعه صغيره تاع زبده، واهم مكون اللي هو كاس تاع لانوات كوكو. هذه الكناش الاولى. الثانيه رايحه تكون شوكولا ايضا 250 غرام مع 3 علب تاع دانيت بنكهه الشوكولا، وعندي شويه تاع الزبده.
نبداو تاع الشوكولا. اول حاجه لازم نذوبوا الشوكولا قبل على حمام مائي. كي تذوب لي رايحه نجي نحط لها 3 علاب تاع الدانيت. هذه الدانيت تجي سائله، ما تجيش متمسكه بزاف، من بعد القوام تاعي اصلا يعني يكون سائل، يعني الشوكولا مش رايحه تفسد معايا. وهي مليحه ثاني نزيدوا لها واحد الرشه تاع الملح باش يعني تزيد في النكهه. انا نسيتها فقط، بصح الملح ولا غير يبدل في النكهه وينقص ايضا في الحلاوه. واخر حاجه نزيدوها اللي هي الزبده، ونخليوها حتى تذوب وخلاص. هذا مكان بالنسبه يعني لهذه لاكاناش. من بعد الشوكولا تاعي رايحه زرمت، فيولي القوام تاعها هكذا يذوب في الفم، ما تجيش متماسكه بزاف بصح يعني تسماسك. بعد في الطبقه يعني تاع الكيكه تجي هايله وباينه. خلاص طيبت كامل الزبده. نخلي برك لاكاناش على ما تدفى شويه، ونجي نزيد لها جوز الهند. انا حطيت غير بشويه باش نشوف الكميه اللي نحتاجها، وكانت ديت لي كيس كامل. يعني شوفوا جوز الهند راهو ينقص بزاف الحلاوه، تعرفوا الطعم تاعو ماشي حلو، يجي هكذا شويه صامت. مع الحلاوه يجي بزاف هايل. سما انا نفضل انكم تحطوه لانه النكهه تاعو بزاف بنينه وينقص بزاف الحلاوه تاع الشوكولا البيضاء. دوكا حنجيب يعني الكيكه تاعي بعد ما طابت، ولا لا تاغ تاعي بعد ما طابت وبردت اكيد. طبعا انا ما درتش لا غاناش حتى خرجت الكيكه تاعي بعد ما طابت وبردت باش درتها، لانه مباشره راني نحطها عليها. حطيت طبقه ما شاء الله كامل عليها، نخليها حتى تمسك لي شويه، قولوا نتوما نص ساعه، ونولي نخدم لا غاناش الثانيه تاع الشوكولا السوداء. باش ما تخلط لكمش نعاود لكم المقادير. عندنا نحطوا 250 غرام هذه المره تاع الشوكولا. انا ما استعملتش فيجي كاو، استعملت امباسادور بالحليب. اللي تحب تخدم بالنوار تخدم بالنوار، انا ما نحبش بزاف يعني الشوكولا المره. فحطيتها حتى نذابت بنفس الطريقه، ونحط لها 3 علاب تاع الدانيت ونحركهم مليح. ونزيد اخر حاجه الزبده، هذا مكان، والرشه ايضا تاع الملح. يعني نكهه لامباسادور مع الدانيس بزاف هايله، بصح للامانه راهي تجي حلوه، يعني اكيد تشيكولا حلوه والدانيس حلوه. سما ماشي كما لا كاناش اللي نخدموها بلا كريم فريش، اللي عاده لا كريم فريش نقص هذيك الحلاوه، يعني ما يجيوش كيف كيف. اللي يحب الحلاوه راح تعجبو، اللي ما يحبش الحلاوه نقوله يخدم بالنسبه للكميه، ما يحطهاش كامل. مقادير اللي عطيتهم لكم قسموهم على زوج، وديروا طبقه خفيفه برك تاع الشوكولا في هذه الكيكه، لانه هنا راهم تقريبا يجيو نص بالنص. ثم طبقه تاع الشوكولا البيضاء وطبقه تاع شوكولا سوداء قد قد. اللي تحب تنقص منها باش تنقص الحلاوه كما تحب، واللي تحبها دير كما درت انا. هذه لاكاناش صح بنينه، بصح اكيد ما تعوضش لاكاناش اللي تكون بالكريمه السائله. قلت لكم يعني حتى القوام تاعها يجي مبدل والطعم تاعها يجي مبدل. بصح هذه يعني تجي هايله بزاف في هذا النوع من الوصفات. رايحه نخليها في الثلاجه حتى تتماسك معايا على الاقل 4 ساعات، ومن بعدها باش نجي ندير لها تزيين بسيط. راكم تشوفوا فيهم راهم سايلين في زوج، ومن بعد دوك يحكموا رواحهم. هنا حنجي ندير لها تزيين بسيط. كنت طلعت لا شونتيي مع علبه دانيت بيضاء. تحبوا هذه يعني ما ديروهاش، راهي غير لمسه اضافيه بسيطه. كنت زينتها هنا بالبيلا، افضل بسكوي عندي اللي نحبه بزاف. وهذه هي الوصفه تاعنا. بعد ما قسمتها شفتوا كيفاش تتماسك معنا بزاف هايله وتجي بنينه ما شاء الله. فان شاء الله جربوا هذه الوصفه وتعجبكم وتنجحوا فيها كما نجحتوا في جميع الوصفات. نشكركم على كامل تطبيقاتكم اللي بعثتوهم لي واللي بارطاجيتهم كامل على الانستغرام. يعني المره اللي فاتت اللي ماهوش متبعني نقول لكم انستغرامي الاميره ديزات، الرابط راهو في صندوق الوصف. راني نحط ستوريات بشكل دائم ويومي حتى واذا غبت على القناه. اي اسئله خليوها لي في خانه التعليقات، نجاوب على معظمها. وان شاء الله يعني جربوا هذه الوصفه. وفي الأخير بمناسبة اندلاع الثورة الجزائرية نقول لكم إن شاء الله كل عام ونحن بخير، وكل عام ونحن شعب متحد متعاون. ربي يحفظ لنا بلادنا من كل سوء.